السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة. قامت قواتنا المسلحة بالتحرك نحو هضبة جولان المحتل لكي تمنع إسرائيل من توغل جيشها لعدة كيلومترات في الأراضي السورية. هذا وقد طوبزت الفرقة الرابعة وعدد من العسكريين الذين هربوا من المنطقة بعد التوغل الإسرائيلي الذي أذيع على كل قنوات العربية والجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى. يا أخي ما بيكون آخر الأخبار؟ يلا. الرئيس الأسد يصدر تعليمات والفرقة الرابعة أن ابتعدوا الإيرانيين عنكم وإلا سنطوز معهم. أي والله. ليش معصب؟ بالعكس كثير مروق. ما شفتني وما طلعت حاطط غراني مبسوط؟ أدي ما حدا مبسوط. الحمد لله مبسوط وفرحان سعيد. يا عيني عليك يا ميرفان. أز ميرفانو قربانو، أز قربانو حيرانو، أز جيرانو قربانو. قامت قوات سوريا الديمقراطية بالتجهيز لعمليات عسكرية وتلقت تدريبات. تمام يسلم دياتك يا ستنا. وتلقت تدريبات على السلاح الجوي والدفاعات الجوية تحضيرا لإقليم قوي ومتين. ابن حلب المطوبزجي يقول إنه تاج راسك الأسد، يا مصخم يا منيل، هل بقي لديك أسد وقد أصبحت فأرة؟ فاتوا كيلومترات يا مصخم على الجولان، من الجولان أن يطلع بالأراضي السورية الأسد تاج راسك. نحبوش لأبوها أسدج كبس على الشاشة. ابن المنطوبزجية كان بس. شباب في شغلة هيك بدي استشيركم فيها، ما بعرف حضراتكم اللي عم تتابعوا مين منكم تابع اليوم بس الأستاذ المحترم الأكاديمي الهفلي اسفوق الشيخ اللي كان عم يحكي فيه عن تجنيد القاصرين ومدري شو. مين كان عم يتابع البث يا شباب؟ مشان في معلومة بدي أسأله عليها لأنه لسه أنا ما صحصحت، لساتني نايم. صار في شيء مهم لأنه بدي أنا أسمعه. يعني أنت كنت متابع إيه؟ في شاب طلع معه قال أنا من دير الزور وأنا من ألمانيا وترى سمعنا يا صفوق إنه المتيني هددك، والله إذا تنجرح فيك جرح صغير أو تنكش نكشة لنهد راس لنهد ألمانيا على راس سمير متيني وعلى راس كل الكرد بألمانيا. مين سمع هذا الشخص؟ وقال سمير متيني يعرفني زين. قام رد عليه صفوق قال له إذا بيسرجي أبضاي سمير متيني يروح على شارع العرب. صفوق هذا مو تهديد مباشر على الهواء بالقانون الألماني، هذا مو تهديد مباشر وتنمر على الهواء. يعني أنا هلأ ما فيني نروح على شارع العرب صور مثلا فيديو بس مباشر؟ إخواني العرب ما بيحبوني مثلا إذا طلعت على شارع، رحت على شارع العرب أنا ما صار لي زمان، ضليت أتبوس من أول الشارع لآخر الشارع. احترت مين عم يوصل وشي كله جلغم، شي حمرة وشي بأكل طبيخ وشي، وعم ياخذوا صور معي. الحمد لله بيحبوني ولا بحبون. بس بدي افهم انا مين هذا الشاب الديري من دير الزور. في واحد من دير الزور قال انا بدي عم نزله صفوق، قال له لا هذا اسمه تهديد دير بالك وكذا. قام الحمار الصفوق نفسه قال نحن من ما اذا كان وضع ينزل على شارع العرب. يعني انت عم تعمل لي بالبث المباشر عرب وكرد. المانيا ناقصها مصايب لانه ما طيب ماشي الحال. سيد صفوق الشيخ المعلومات اللي عم تحطها عندك، عفوا مو سيد صفوق الشيخ الكرخنجي، المعلومات اللي عم تحطها عندك عن تجنيد بعض القاصرين أنا تكلمت عليها قبلك وموجودة عندي بالفيديوهات، عم تاخذها من عندي أنت المعلومات من صفحاتي. هذا واحد. رقم 2، يبدو ما في عنا أمل نسمع أنه أنت عم تطبل الهفل. طبلت له أنه هو عميل لإيران وعم يتعامل مع إيران ومع النظام السوري وفي تجنيد ومخدرات وشي بسود الوش. طيب حلو، ما لنا فيها كمان. القصة اللي بعد منها، بتعرف أنا ليش يا صفوق الشيخ بدي أمسح فيك الششامي؟ سيد صفوق تعرف ليه؟ تعرف أعطيك سبب بس. بدي امسح فيك الششامي، بتعرف ليش؟ برأيك ليش أنا بدي امسح فيك الششامي؟ مثلا شو السبب؟ جاي على بالي امسح فيك الششامي بكل الوسائل. ليش مثلا؟ برأيك ليش مثلا؟ أو لقلك أفضل من امسح فيك الششامي. تعال تعرفوا لهذا الشاب شايفه بالهالمرة؟
هاد شايفه؟ بقول لك حرام عليكم، حرام حرام. انا ما عاد خلص، ما عاد اطلع بسوس ولا عاد بدي شيء ولا بدي رياسي، وكل انسان شريف وحر. رجال لا عاد حدا ينشر عني شيء بطول. رجال يا شباب، يا شباب، رجال رجال. وكل انسان يا اخي اساتذ له انا بعتذر منه منيح، بعتذر منه. وانتم اهلي واخواتي وحبايبي، وانا اخوك الصغير وغلطت بحقكم وبترجاكم رجع. الله خلص يسامحك. بكفي. وانا شايف انا بقد زمان راح يسجل هذا تاريخ، راح يسجل. نحن خاطبنا العقول والضمائر، وخاطبت انا الشرفاء، وخاطبت كل انسان، كل انسان. لك اصحاب بس دقيقه، بس دقيقه، راح تعرف انه هذا الوطن اغلى من الجميع، وتراثيا وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. صفوق بتعرفوا لهذا الشخص؟ هذا الشخص تعرفه؟ حلو. تعرف كان يطلع امك واختك وصفتك وحلتك وجايك ويا سمير ودعاوي ونحن وعرب وكرد وقسد وقنديل وزن مظلوم عبدي ولها محمد، ما خلى علينا ستة مغطى. نحن نقول له الله يسامحك. الله يسامحك. هذا اكثر واحد سبنا. بعثنا له تهديد شيء؟ لا، لانه هي مو ثقافتنا. بعثنا له جحافل القنديل وجحافل مثل ما عم تحكي على بسك سمير وبده يبعث لي 100,000 قنديل وانت كذاب طبعا. هذا كمان بقاضيك عليه. بدي اسالك القاضي، انا بدي قاضيك انك عم بتحرض الناس علي اعلاميا وتهوج العرب ضد الكرد. بدي اقول لي وين الدليل؟ رح ورجيهم فيديوهاتك. واحد. اثنين، اذا بتلاقي لي فيديو واحد او جمله واحده هاين فيها المكون العربي، او حاكي عنهم بالسوء، او قايل عنهم محتلين، او قايل عنهم طردوهم، او عم حرض على قتال، او عم بدعي انهم عم يهددوني، انا بطل السوشيال ميديا. ليش عم اقول للعالم؟ عشان اوريك بدي ساوي فيك، لانه انا قبل ما اساوي بنبه. الشغله الثانيه، طلع معك شخص اليوم لفت لي نظري جدا الحقيقه، سيد صفوق. طلع قال قبل ما نعرض الموضوع، خليني بس الفت نظر السيد صفوق لشغله، بس نشوف هالفيديو بس دقيقه، بشرط ما له علاقه، بس اوريك اللي بيعادي المتيني شو بيصير فيه. وصفوق الشيخ يحييكم. أدعوكم اليوم أيها السوريون، 26 مليون سوري نعم. داخل وخارج سوريا، أن تقبلوا حذاء السيد الرئيس بشار الأسد، لأنه حماكم من الإرهابيين. نعم. ودحر ونظف الإرهاب سوريا من الإرهابيين. نعم، نشكرك السيد الرئيس، وأدعو 26 مليون سوري أن يشاركوا هذا الفيديو ويقبلوا حذاء السيد الرئيس بشار الأسد. حماك الله يا سيدي، وأنا سأبدأ بذلك. نعم. طيب، شير، لايك، سبسكرايب فور ذس فيديو. ها وصفوق الشيخ يحييكم، والى اللقاء. طيب، هو بس 10 دقائق، ما راح احكي عن موضوع كثير لاني فاي اراي المسا ما بدي انزع مساي. هل تعلم يا سيد صفوق الشيخ انه الترويج لنظام ارهابي ولمنظمات ارهابيه، وانت كنت بلبنان وكنت بسوريا وطبت لنصليره وكذا الى اخره، بتعرف انه الجرائم ما بتموت بالتقادم؟ قتل بالكلمه وكذا، جرائم ما بتموت بالتقادم، صح؟ هذا واحد. رقم اثنين، سألت بأوروبا أنه إنسان لما بيهدد منبر إعلامي بالأغلاق، وبيهدر منبر إعلامي بالأغلاق، وبيهدر منبر إعلامي بالأغلاق، وبيهدر منبر إعلامي بالتدمير، وبيهدد بيهدد إعلامي مستقل، وبيقول له وبيدعي عليه أنه عم يبعث له تهديدات قتل. قبلك سبونا بالأم وبالأخت وبالعرض، ما خلوا عنا ستر مغطى، شرتح وإياد وغنوم، وما ضل حدا ما سب سمير متيني. بعمري ما هددت حدا، مو ثقافتي. وقت بدي بيجي لعندك على البيت بمعوسك معوسه، وقت بدي اتصرف بهالعقليه ما في داعي هددك، مو ثقافتي. مرحبا، انت صفوق الشيخ؟ اهلا وسهلا. بفتح اول نطحه وتول كف وثاني كف، وبزق وتف وبزق وتف، وبمسخرك وبشرشحك وبصورك بالفيديو لايف وبطلع انا وياك. ها بس صفوق الشيخ يحييكم. صفوق قول للشباب شو صار معك، ومستعد للمسائل القانونيه كامله، لكن هي مو ثقافتي، هي مو ثقافتي. واهلنا الكرد ما لهم ارهابيين وشبيحه بيروحوا بيصفوا العالم وبيقتلون اذا واحد انتقدهم بالكلمه. انت مالك مشكله مع سمير متيني، انت عم تعادي 300,000 مقاتل بشرق الفرات، عم تعادي مشروع امه. اليوم عم تقول بدك تحش قارون الفليفلي بمؤخراتهم، وبدك تحش الخوازيق بمؤخراتهم. لمين؟ للمقاتلين اللي خلصوكم من الارهابيين ومن بقيه وتتمدد، وعم تقولون انتم محتلين دير الزور. والله شباب يعني بدير الزور لسبب كثير بسيط يا صفوق، لأن لما كانوا شبابنا برات دير الزور كنتوا انتم مع بقيه وتتمدد، صح يا صفوق؟ قبل ما تجي قسد على دير الزور شو كان وضعك انتم جماعه دير الزور اللي بمنطقة الشرقية؟ كنتوا منكم باقية وتتمدد، وهلا خلايا عم يلقطوكم وكنكم عم تبيعوا، كنتوا منهم شيخك الهفل، صح؟ صح.
شو انجزتوا انتم بمنطقه دير الزور؟ مع احترامي لاهل دير الزور، شو انجزتوا بمنطقه دير الزور اللي مو موجوده فيها القوات الكرديه او قوات قسد اللي هي سبب مصيبه سوريا؟ شو انتاجكم انتم يا صفوق؟ سرقتوا النفط، فيديوهاتكم موجوده عم تشعلوا ابريق الشاي بال$100 صح؟ وعم تتقاتلوا مع بعضكم وتبيعوا النفط كنتوا دعاديش وما عاديش وانضميتوا لبقيه وتتمددوا وبيعتوا صح؟ صح. مين اجى خلصكم من الارهاب؟ قسد. فانتم ما بيواتيكم النظام الديمقراطي والقانون، بدكم تبع هوشة عرب وعليهم يا الربع. لو كنتوا فعلا ابضايات مثل ما عم تدعوا انت وابراهيم الهفل، على فكره هذا كلام مو لاهل دير الزور، للاخوه العرب، بدكم تعرفوا معزتكم عندي، انا بحبكم مثل ما بحب حالي، ما عندي مشكله يشهد الله بيني وبينكم، بس انا ضد ابراهيم الارهابي اللي فات قتل باهلنا وعم يصير الفتنه هو بزلمه، وهذا واحد منهم. صفوق، ماذا عن 80% من دير الزور اللي موجوده عند النظام واللي عم يجندهم ايران لمصالحها، وعم يجندهم جماعه نصليره وعم يشيعوهم كمان؟ ما سمعت صوتك بخصوصها. ليش؟ يعني المنطقه اللي ما بتكون فيها قسد بتقعدوا تعصب باطل الاسد. طيب شو بدهم يعملوا لكم جماعه سوريا الديمقراطيه؟ انت لشو عم تنادي؟ يجب ان نطرد جماعه قنديل وجماعه قسم من دير الزور. طيب اذا طلعوا جماعه من دير الزور شو مصيرها؟ حتما حسلمها للايراني. ليش؟ لانه 80% من دير الزور مع الايراني. صح؟ صح. واذا ما كان في الايراني والاسد مو موجودين، مين بتسلموها؟ يبقى والتمدد. شفنا لكم شيء انتاج خلال الفتره الماضيه؟ لا. طيب هذا اثنين. موضوع انك عم تطرح قاصرين ومقاصرين وبعض المخالفات اللي عم تحدث بشرق الفرات، لوضح لك نقطه اللي عم تقول للعالم. شو رايك يا سمير متيني؟ بحب اقول لك ولجمهورك الماع وللحمير اللي عم يتابعوك، انا اول من عرضت هيك قضايا على قناتي، وكل القضايا اللي عم تعرضها معروضه على قناتي، فوتوا شوفوها على اليوتيوب. وفي كرد زعلوا مني، قلت اللي بدي يزعل ينطح راسه بالحيط. هي جوان شوركش جوان موركش شوي زعرانات انا ما برضى فيها، صح يا شباب؟ ما لا. والفيديوهات اللي عم تعرضها كلها قاصصها من حلقات وعم يعرضوا لك اياها الشباب وعم يجيب الصور، صح؟ تمام. انت خدمتني بهالموضوع، ما ضرتني، عم تثبت اني كنت على صح. بس لنفرض قسد عم ترتكب هي الجريمه، لنفرض قسد انا بقول لك مين عم يرتكب هيك مخالفات، ان شبيبه الثوره اللي تابعين لحزب الاتحاد، وهذا غلط ومخالفه ويجب ان يحاسبوا عليها بالقانون، ومطلوب من قوات قسد انه تلجمهم، وحكيتها اكثر من 100 مره. بس بدي اسالك سؤال، انت عم تتهم انه قسد هي اللي عم تعمل هي العمليه، وقنديل اللي عم تعمل العمليه، وكرة شرق الفرات عم يعملوا العمليات، ما هيك؟ انا عم حاكي العاقلين اللي اذا في عقلاء منكم عم يسمعوا يتفرجوا، صح؟ انت عم تقول قسد. طيب اذا كانت قسد لنفرض عم تعمل هيك شيء، ألست شريك معهم أنت بالجريمة؟ لنفرض قسد عم تعمل هيك شيء، ألست أنت شريكا معهم بالجريمة؟ وروجت لهم لسنوات وطبلت على جرائمهم إذا كانت الجرائم حقيقية بالوقت اللي أنا كنت عم بنتقدهم، مشان نشوف مين المستقل ومين الوطني. بس لورجيك إنه القصة اللي عم تحكي فيها أنت هي عملية فجور بالمخاصمة وتضليل. ذكر الرأي العام شو طلعت معي من 7 أشهر وحكيت، وأنا شو قلت لك؟ ما له زمان بدنا نشوف مين عم يحارب الفساد عند قسد، ومين اللي صار عم يشتغل كان ممسحة عند قسد، مع انه قسد لا شغلتك ولا قيمتك من ارضك. مشان سادة المشاهدين اسمعوا. اخواننا العرب بدير الزور متناغمون مع قسد، بعرف يعرفوا اكيد شباب منضمين لقوات سوريا الديمقراطيه، وفي تعايش بينكم. طبعا ما فيك تضحك على الماع، تحديدا بالمنطقه الشرقيه، حول الزعبره اللي عم يساويها النظام السوري. الماع اللي عندك بتضحك عليهم. لما عرضت لك الفيديو تبع البوط العسكري على راسك قلت انا كنت مضغوط، كنت مأسور عند حزب الله. انت ما كنت اسير عند حزب الله، وحزب الله مو شايفك. انت كنت متناغم مع جماعه محور المقاومه والممانعه. ورح بعرض لك فيديوهات بالاسم شو عم تحكي عن السوار اللي عم تحكي عنهم اهل السنه اهلنا، عم تقول عنهم ارهابيين ومثليين ومتطرفين وثوره العار، واللي هنتوا فيه للسوار عم تحطوا على لساني. انا ما بحكي الكلام. لنشوف مين اللي كان ينتقد قسد ومين اللي كان ممسح على قسد، على افتراض انه قسد عم تعمل هذا الشيء المخالف للقانون. مين كان عم يروج له ويطبل له اعلاميا؟ انت. ليش؟ لانه انا كنت عم روج لمشروع وطني ديمقراطي وعم بنتقد قسد بهي السلبيات. في هذا الفرق بيني وبينك. مو منطلق انه هي عم تعملها، قسد مو هي اللي عم تعملها، احزاب موجوده بالمنطقه، مخالفات حزبيه يجب ان يحاسبوا عليها، وهذا مخالف للقانون، وفيديوهاتي موجوده. بس لنشوف مين اللي بيشتغل ممسحه عند قسد وحاول يشتغل ممسحه عند قسد، ومين اللي بيتعامل مع قسد بنديه وباعلامي مستقل. بترك لكم الفيديو. السيد صفوق مو لما كان بلبنان ولما كان بسوريا، لا، لما كان صار له 2 3 باليونان وحر قراره من راسه. فلنسمع. رد برجع بكرر،
مو من شانك انت مجرد صرمايه صفوق. قلت لك انا لو بحطك براسي بيجي ببزق عليك بيتك ومسح فيك الارض عن جد، وبصورك بس مباشر هيك انا عم بتفلك شواربك وحواجبك وتمسخر عليك. بس هيدا مو اسلوب التشبيه. انا بهمني الراي العام ما يتضلل، ورجي للناس شو حقيقتك. اخواننا العرب بدير الزور متناغمون مع قسد، بعرف يعرفوا كل شباب منضمين لقوات سوريا الديمقراطيه وفي تعايش بينهم وبينهم. ماذا تقول للمكون العربي تحديدا بالمنطقه الشرقيه حول الزعبره؟ هي اول ما بلشت شغله الهبل والشيخ الهبل وحرب العشائر وشيخ العشائر اللي عملتوه من 7 اشهر، طلعتك معي قلت لك انت ابن المنطقه وانت اللي طلبت بس ايدنا وحطيت واسطات واتصلت تبعت للعالم انا ما بعرفك، وقلت لك انا على الهواء بالحلقه ورجيتك قلت لك انا ما بعرفك مين انت؟ قلت لي انا من دير الزور وانا مسيحي. قلت لك ما بيهمني دينك، لهم شو عندك؟ سالتك هاي الاسئله صح؟ يعني سوي النظام السوري اسمعوا بيدكم. ويعني وإحسارة القلاقل والبلابل هنا وهناك، قصف من هنا وقصف من هناك. لماذا تناشد أنت كونك من المكون العربي الأخوة العرب حول علاقتهم المستقبلون مع شرق الفرات أو الكرد بشرق الفرات؟ تفضل. سيدي هذا النظام خدام، هذا النظام غدار، وأيضا الثورة المتأسلمة غدارة. أنا أشوف الكرد وقوات سوريا الديمقراطية صراحة عندما أرى يا أخي جيش المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، أنا أرى فيه حضارة، أرى فيه وطنية، أرى فيه عدل. أنا اليوم أشعر دون أن أخضع لمناطقكم ولم أذهب إليها أصلا وأتمنى أن أزورها، أشعر أنه في عدل، مرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، أشعر أن هناك قانون، وكل من التقيتهم قالوا لي يوجد أمان ويوجد عدل ويوجد نزاهة ويوجد قانون هناك. هذا الشيء اللي بدنا إياه، النظام يعني يمارس الألاعيب. أيضا الثورات الميليشيات المتأسلمة تمارس الألاعيب والدجل والاغتصاب. هذا هو القانون النزيه، هذا هم سوريين. هؤلاء يا جماعة دير الزور يا أخواننا هناك، هؤلاء سوريين، هؤلاء سوريين غصبا علينا، عندهم حتى على الأرض. شوف الفرق بيني وبينك صفوق. سويت حالك هون ممسح على قسد، سويته النازين من سويسرا، مو أنا اللي عم تحط صورة وراك اليوم تقولوا شوفوا سمير عم يقدم شرق الفرات سويسرا. أنت عم تقدمون سويسرا مو أنا، لأنه أنا كلامي غير كلامك. ليش؟ اللي عم تقول لي مالك أحسن منه. أنت حضرتك محمد كاسي عم تقول لي أنا مو أحسن منه. لو ارجيك الفرق انه احسن منه وبشرفك وبشرفه. تعرف ليش محمد؟ لانه انت بتسمع بس الحقد عامي على قلبك الحمراء اللي ما بتخليك تفهم. اسمع يا حمار شو برد علي انا اللي عم يصير هو ارض لقسد. اسمع اللي انا ماني احسن منه، اسمع الفرق. عندهم اخطاء وعندهم فساد هنا وهناك، بنحاول بنقاومهم بالاعلام، بنسلط الضوء عليهم. ما في حدا كامل يعني بالنهايه، لكن يبقون الميليشيات. شفت الفرق بين واحد عامل حاله ممسح قلت له لا عندهم اخطاء وعندهم مشاكل وكذا وعم بنتقدوا عن الهواء، لا بدنا نحاول احنا ننتقدوا ليصيروا احسن. اما نقول عنه ملائكه مثل ما عم تقول ما بصير، غلط هذا بالاعلام. لا اخي حتى عم يغلطني، لا انت غلطان، ما عندهم اخطاء. سمعت يا محمد الفرق بيني وبينه؟ بس انت عامت على قلبك العشائريه والعروبه والسنه والحمرنه والجحشنه، عم تكتب بدون ما تفهم. اسمع حاخذ ضيوف، اسمع بعدين جاوب. يا بتعرف ليش عم بعرض فيديو فوق الشيخ؟ مو مشانه، هو قندره ما بيسوى، مشان امثالك الاغبياء اللي نضحك عليهم. المتأسلمة تمارس الألاعيب والدجل والاغتصاب. هذا هو القانون النزيه، هذا هم سوريين. هؤلاء يا جماعة دير الزور يا أخواننا هناك، هؤلاء سوريين، هؤلاء سوريين غصبا علينا. عندهم حتى على الأرض عندهم أخطاء وعندهم فساد هنا وهناك، بنحاول بنقاومهم بالاعلام، بنسلط الضوء عليهم. ما في حدا كامل يعني بالنهايه، لكن يبقون افضل من النظام وافضل من هذه النظام. لا يوجد احد كامل سي سمير، ولكن هناك نظام متغطرس طائفي، هو طائفي، وهناك ايضا ميليشيات طائفيه. اذا ارى هذه النخبه، هذا الجيش القوات السوريه الديمقراطيه لا يوجد لديه طائفيه، فقط هي الوطنيه والمواطنه. يعني اليوم يوجد قانون، يوجد امان. يعني اليوم لو نظرت الى عفرين، المالكيه، قامشلو، الغربيه في قامشلو، كوباني، روجافا في أربيل أيضا، نفس الحضارة، نفس المناطق نظيفة، هي متنفس اليوم للاجئين. تعلم اليوم في أربيل كم سلاجئ ممن كانوا يقولون ليس للكرد مكان ولا إقليم ولا دولة، هم نفسهم اليوم لاجئين في أربيل اللي تشبه دبي كما قلت لك ونيويورك، في وسط عراق مدمر. هلا صارت دبي وأربيل بتشبه دبي ونيويورك. ممكن عم بتضحك علي اليوم، عم تحط صورة عم سمير هيك فأنت اللي عم تحكي مو أنا عم لك لا، ما نون كاملين، عندهم أخطاء ولازم ننتقدهم، ما بنرحمهم بالإعلام. لا ما عندهم مثل دبي ونيويورك يا جماعة. سمعت يا سيد محمد اللي عم تني أنت مثله؟ سمعت الفرق بين اللي بيحكي الدغري وبين المنافق اللي بيكون؟ رح أورجيك بالمناسبة يا سيد محمد شو كان عم يحكي عليك من يومين. عن مين؟ عنكم كسوار. أنا في شي مرة حدا سمعني اكتبوا لي قلت عن السوار مثليين، مع انه المثليه حاله يعني معترف فيها بالدول الديمقراطيه ونحن بنحترم يعني خصوصيات الناس. سمعت اني شي يوم قلت عن السوار مثليين، عن السوار انتبهوا،
قلت عنهم قليلين شرف، قلت عنهم ارهابيين، قلت عنهم انا بقول المعارضه المنطوبزجيه القذره اللي ضحكت على الثوار السوريين، صح؟ رح سمعكم شو كان يحكي صفوق الشيخ وانا ما كنت اسمح له. يعني ماذا تستنتج اليوم من وجود يعني أربيل في وسط عراق مدمر؟ تشبه نيويورك ودبي. دائما أقولها، هي الوطنية، هي النزاهة، هو العدل يا سيدي، هذه الفطرة الإنسانية السليمة. ها هم الكرد. دائما أشيد بهذا الشيء، والله لا أحد طلب مني ذلك ولا أحد شيء. هذا واقع لا أستطيع أن أتجاهله. هذا واقع على الأرض واضح. يعني أعطوهم فرصة للجماعة يطوروا نفسهم. أشكرك. عندك اليوم 100 فصيل وفصيل سيدي، 100 فصيل وفصيل، 100 فصيل نقصك باسم شرع الله. أنا أجيت من لبنان على سوريا، لما وصلت الشمال السوري السنة الماضية لا أجي على تركيا، وهلا أنا بآثنا باليونان، بلاقي واحد في الشمال السوري عمره 14 سنة، شواربه من شوي خطات ولابس بارودة، هون حاطط بارودة وميلة كتفه على جنب. عمره 14 سنة يعني قاصر، ما هيك؟ صور الشباب اللي كنت عم تعرضهم عندك اليوم انه سوريا ديمقراطيه عم يجندون عمرهم 14 15 حسب ادعائك، وهذا طبعا انا ما بصدق ولا اشوفه بعيني. مين اللي طلع عم يجند القاصرين؟ الهبل والمعارضه وكذا مع ايران والى اخره. مو كلامي، كلامك انت. شاهد عيان بالشمال السوري، اسمعوا. اليوم 100 فصيل وفصيل سيدي، 100 فصيل وفصيل، 100 فصيل نقصك باسم شرع الله. أنا أجيت من لبنان على سوريا، لما وصلت الشمال السوري السنة الماضية لا أجي على تركيا، وهلا أنا بآثنا باليونان، بلاقي واحد في الشمال السوري عمره 14 سنة، شواربه من شوي خطات ولابس بارودة، هون حاطط بارودة. من اللي بيعملوا تحتهم القاصر اللي كنت حاطه قده. اوكي، حاطط بارودة وشو عم يساوي عند المعارضة؟ وميلة كتفه على جنب، بيقول لي روح ما أضربك. مين أنت لتضربني ليه؟ حسبه. ما شفت اولاد المسؤولين تبع ميليشيات المعارضه على الخيل وعم يعملوا استعراضات امن رزاق. سيد سمير 10 سنوات. كنت سيد سمير، مو سمير المنطوبزجي البكيني، كنت سيد سمير. 10 سنة من الثورة تدمرت 14 مدينة سورية، راح مليون شهيد سوري، آخر شيء تيسوونها سنية طائفية. مو هذا مع الثورة السنية ومع الثوار السنيين، وهي الثورة هي السنة وأنا ابن السنة. شو صار؟ لما طلعت على تركيا، هي فيديو لما كنت بتركيا، مو بتركيا، بالشمال السوري. شيخون باتت محاصرة، والجيش السوري تصرف إنساني منه أعطى منافذ آمنة للمدنيين. طبعا جيش الأسد جيش إنساني، أعطى مخارج للآمنين بالمدنيين. هذا اللي عم يطبلوا له اليوم، مو مشان شيء، مشان التسكير. يعني ما صار زمان، كم شهر يعني. اليوم خان شيخون باتت محاصرة، والجيش السوري تصرف إنساني منه أعطى منافذ آمنة للمدنيين يخرجوا منها. طيب يا حبيبي، يا سوار، يا عيني اللي عاملين حالكم سوار، يا أهل البناطيل المفروطة، يا حرامية، يا عملاء، كرمال حفنة من الدولارات دمرتوا البلد. انتبه، أنا بعمري ما حكيت عن السوار، وحداكم جيبوا فيديو علي بهالكلام. حكيت عن المعارضة المرتزقة يضيع ثورتنا. هو عم يحكي عن السوار، فهمتوا؟ اللي هلا عم لكم سمير عم يسب السارود وسمير عم يسب الثورة. شفتوا مين عم يسب الثورة والسارود؟ سمعاني بربنا بيقول بالقرآن الكريم آية بتقول أخذتهم العزة بالإثم. شلون يعني؟ يعني بيعرفوا حالهم آثمين، وبيعرفوا حالهم كذابين، وبيعرفوا عم يكذب عليهم، وبيعرفوا عميل، بس أخي ابن عشيرتنا وربعنا عم يروج للكذبة تبعنا. أخذتكم العزة بالعشائرية والاسم والعروبة شيخون باتت محاصرة، والجيش السوري تصرف إنساني منه أعطى منافذ آمنة للمدنيين يخرجوا منها. طيب يا حبيبي، يا سوار، يا عيني اللي عاملين حالكم سوار، يا أهل البناطيل المفروطة، يا حرامية، يا عملاء، كرمال حفنة من الدولارات دمرتوا البلد. تشخوا على الواقف وتسرقوا جاج وتقطعوا الطرق. شو ذنب الأطفال والنساء اللي راح يتعذبوا اليوم، اللي راح ينفرموا فرم اليوم؟ شو ذنبهم هول؟ شو ذنبهم هولي؟ كرمال زعرنتكم وغبائكم وعمالكم الأجنبي. خلاص يا عمي، فلوا من تركيا، فلوا على تركيا واتركوا البلد بحالها. خلوا السوريين يعيشوا. والله العظيم علم المثلية الجنسية بات أشرف وأكثر قداسة من علم الثورة المزعومة، الثورة السورية. قال حلوا يا عمي، حلوا عنا، خلوا العالم تعيش. دماء الأطفال في رقابكم أيها الثوار المزعومين. شير لايك. يا بالشوم يا صفوق، علم الثورة عم تحكي عليه علم مثليين يا بالشوم. سمير عم يسب الثورة والساروت، أنا عم يسب. طب عندك فيديو؟ لا، بس بحكي بيصدقوني هدنك. ليش؟ لأنه بيحبوا الهفل وبدهم يطبلوا له على غيه. مين اللي طلع عم يشوه الثورة السورية بيحكي عن الثوار؟ سمير متيني ولا أنا ولا هو؟
عرفتوا ليش عم بعرضه؟ مشان ما ينضحك عليكم. طبعا انتم ما بدكم تعرفوا الحقيقه، ليش؟ لانه اخذتكم العزه بالاثم، غلبتكم العشائريه الطائفيه المذهبيه، عشائركم عم تشتغل مع ايران. ايه معلش، لك مع الاسد. لا الهبل ما بيشتغل مع الاسد. لك صرعنا بالهبل، زلمه كذاب هذا. لك زلمه كذاب. لك شوفوا هالشوفه، من شان الله شوفوا هالشوفه، بوس ايدكم شوفوا هالشوفه. هذا اللي كان عم يطبل لقسد مباري، وانا اعمل لك على مهلك حاجه طبل. ما بس في عندهم اخطاء يا جماعه. لا استاذ سمير، ما عندهم. ماذا تعرفون عن الشيخ الهفل أو أمير الجزيرة؟ هذا الشيخ صراحة العظيم. هذا مو قبض مصاري وتسويق اعلامي؟ ما عم بحكي العاقلين، عم بحكي الحمير. اعتبروني الحمار، فهم ولا لسه؟ بليله وضحاها باري كانوا ارهابيين. فشلون بدي صدق؟ يوم بصير مسيحي، يوم بصير يهودي، يوم بصير ماتوردي، يوم بصير ربوبي، يوم بصير لاديني، يوم بصير اسرائيلي، يوم بتسب الفلسطينيه، يوم بتسب المدري مين، يوم بتطبل للكرد، مثلا يوم بتسب العرب، ثاني يوم بتسب الرسول، بتسب الله. بشو بدي حلفك؟ هذا اللي عم تعتمدوا عليه يا سيد هبل يا ابراهيم؟ هذا هو زلمتك؟ لك ما لقيت ابصق من هيك بضاعه؟ لك جيب واحد تاريخه نظيف شوي. على فكره انت اللي بتطلع سبوك بتقول سمير عم يشخصن الامور. لا انا مو شخصن الامور، انت عم تحكي راي عام، وانا من جوا واجبي انقذ الراي العام. انت كذاب، كذاب ومنافق وعميل، في شيء مو مزبوط براسك. إضافة لذلك قليل أخلاق ومنافق وقذر وقليل ترباية وكذاب ووسخ وابن كرخنجية وكرخنجي للأسف. وصعك تفكر بيوم اني سبك. انا ما بسبك، هذا توصيف. شو يعني كرخنجية؟ كرخانات البيوت السوداء اللي بتطالع المؤامرات. انت ابن الكرخنجية، مو عن والدتك عم بحكي، يعني ابن الكرخنجية، المشروع الكرخنجي. واضح؟ وبتقول سمير بشخصن. ايه ما بدي، شو بدي شخصن فيك؟ شو اللي شغل؟ سالتك انك عم تنام مع شاب ولا عم تنام مع بنت؟ ما بسالك. قلت لك بس ليش بتتغنى؟ تقول يا يعني شو قاسي توني بادرو ميدرو. ما سالتك عن الشغلات كلها. عم تاكل لحم خنزير، عم تشرب ويسكي، عم تطلع سب الاسلام، ما دخلت فيك. حر انت بدينك ومعتقدك، صح؟ بس لما بتحكي بقضيه سوريه وبقضيه راي عام وبتشوه اهلنا اللي بشرق الفرات من منطلق ماجور، فمن واجبي وعي الراي العام وقول لهم هذا الزلمه عم يكذب عليكم. اذا بدكم تصدقوه نتائج معروفه. على فكره كل اللي عم تعمله ما راح يطلع بيدك شيء، ولا راح يغير، ولا راح ياثر ابدا 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 ابدا. عم يقولوا لك اليوم الحمير عندك منظمه العفو الدوليه قالت انه عم يعاملوا العالم بقسوه. منظمه العفو الدوليه طالعه تقرير عن معامله السجناء باقيه وتتمدد، مو عن الاهالي. يا كذابين يا منافقين. الا زعلانين على باقيه وتتمدد. واحد. اثنين، بعتقد مظلوم عبدي موقع مع الامم المتحده ومع المانيا اتفاقية حماية الطفل والمرأة، ولذلك ممنوع عنده تجنيد أطفال. وهي ممارسات عم يسووها جواني شوركاش، مدري شوكر شاركر، مدري شو اسمهم، شبيبة الثورة تبع هذا البعث، حزب الاتحاد الديمقراطي. وأنا أدي ما حدا نقدهم، وهذا شيء غير مقبول بالنسبة لي. اثنين، عشان ما تقول سيفن عم يسوق، لأن الفيديوهات اللي عم تعرضها وأنت تتبناها أنا عرضها على حلقتي وطالع عندي جماعة. رقم ثلاثة اللي بده يطلع يحكي بشأن عام، أهم شيء بده يكون صادق. بتقول انا مو انا اللي عم شخصن، انت عم تقول سمير طبار، رقاص، زمار، كذا، عميل، قابض من قصد، قابض من مين، قابض من مين. عندك دليل؟ لا بعدين بورجيكم. انت كذاب وانا صاحب حق عندك هلا صرت. اما انا ما عم بوصفك بوصف مجرد كلام، لا عم بعرض فيديوهاتك. يعني انا كاعلامي انسان مهني، لما بقعد قدام قاضي بيقول لي انت قلت عنه كذا وكذا، بقول له نعم سيدي القاضي. بيقول لي شلون؟ بقول له تفضل. فرجك القاضي ترجموا له مع الاسد حاطط بوط الاسد على راسه. يا سيدي كنت مجبور. طيب سيدي هذا وقت كان باليونان عم يقول ثورة إرهابيين. سيدي هون عم يطبل لإبراهيم الهبل اللي مصنف على قوائم الإرهاب والقوائم السوداء، هو والإيرانيين وحسن صليرة. هون سيدي عم يهددني، عم يقول لي الإعلام بدنا نسكر قنوات الإعلام كذا إلى آخره، وبدي أعلمك وربيك تتبطل تطلع وسائل الإعلام. هذا يعني تهديد. وعمل لي اذا كنت ابضاي بتنزل على شارع العرب. وفي عنده ناس عم تطلع عم تقول له اذا بيخدشوك خدشه سمير متيني بدنا نقضي عليه وعلى ربعه بالمانيا. يعني عم تهدد بحرب اهليه كمان، عم يتحرض عشائريا. ماي جاد. وشوف فيديوهات يا سيدي القاضي العمه، والله انت عم تدعي للمحبه وعم تقول ما بصير عشائر يتقاتلوا مع العرب ونحن اهل ولازم نبعد هذول الموسخين اللي موجودين، العملاء والازلام كذا. فانت اشحش ناشط سوشيال ميديا شفته بحياتي. صحيح اللي شرطح كان جحش وغبي، شو بيجي براسه، شفته بالاخير شو طلع عم يبكي.
شفت شو عم يبكي يطلع يقول ما عاد عيدها وبطلت وكذا، هسه حتطلع انت مثل منه، بوعدك وعد شرف. ليش؟ ببساطه انك كذاب، وبالاعلام الكذب مو مقبول، وشغلتنا بالاعلام نعري الكذابين. وبالمناسبه انا لما بحكي عنك شيء بعرض فيديو، يعني مو شغله شخصيه، ما بيهمني بتحلق شعرك، بتنتف بدنك، بتستخدم مزيل، بتنام انت ورفيقك بغرفه وحده، بتتقلبوا فوق بعضكم، بتمارسوا، انا مالي شغل فيك. بتسكر، بتقعد على الخازوق التركي، بتقعد على الخازوق الايراني، بتملص الخازوق الايراني، بتفوت خازوق خزبلاتي، انا مالي شغل فيك. مؤخرتك وانتحر فيها، دخل فيها اللي بدك اياه، انا ما بتدخل فيك. انا بحترم المثليه، حتى بحترمها. اصطفلوا، بقبلها لا، لكن اصطفلوا طالما بالقانون لهم حق، بتحترم القانون. بقبلها بالمثليه لا، انا بنفسي ما بقبلها، لكن طالما القانون بيرخصها بدي تلتزم بالقانون. فانا مالي شغل معك. يعني بتقعد على الخازوق الايراني، بتاكله من الهبل، بتاكله من صليره، بتاكله من حرس الثوري، بتاكله من كذا، انا مالي شغل فيك. تطلع بتطبل لقسد، بتحاول تلف عليهم، لقيتهم ما في منهم فائده. قسد ما بيدفعوا مصاري يا جحش اللي عم تقول سمير متيني عم يبدو قسد. انت حاولت، وعندي اتصالاتك مع شباب كرد وبعتين لي اليوم محادثاتك واصواتك انه يدعمونا شويه يا اخي، نحن كذا وعم او لا، ما بيدفعوا مصاري. قسد ابخل خلق الله بالنسبه للمصاري، ما بيدفعوا. وانت بتعرف هاي الحقيقه. بتقول سمير متيني عم يقبض منهم، لك انا مساعد ناس عند قسد يا زلمه مع ناس ضباط ومعترين وكذا، ولهم ظروف معينه، في نصيب. عيب اهلنا هدول بالنهايه، يعني عائلات بيكونوا مرضى تعبانين، والله مرتي مرضاني، والله بنتي مرضاني بكذا، نساعدهم ككرد انه عندهم عائله وحرام مساكين. لقسد بده يدفعوا لي مصاري يا زلمه؟ هي اول شيء عم تتهمني اني قابض، عم تتهمني اني محرض، عم تتهمني اني انا عم بروج لتجنيد الاطفال، وهذا كله طالع عندي على البث المباشر، حاكي ومستضيف الناس ومنتقدهم، موجوده الفيديوهات. اخر طب الكيل اللي زعجني منك وانت نزلته بسرعه لانك عرفته بده يجيب لك مصيبه، واحد طلع معك من الدير، بتعرفوا شو اسمه؟ اذا انت اخي اللي كنت طالع مع الصفوق ما لحقت اقرا اسمك، اللي عم تقول انا اقول لسمير وانا من الدير ولي 30 سنه مدري 20 سنه بالمانيا، والله زي خدشوك خدش يا صفوق، ترى نهد المانيا فوق راسه لسمير متيني. هذا تهديد. وسمير متيني اللي سبوني بعرضي وامي وهددوني، ما هددتهم انا، وانت بتعرف. لهدد واحد وسخه مثل هذا صرمايه وقندره. 2. وهي رد عليك هو شو قال لك؟ قال لك اذا كان قبضاي سمير متيني ينزل على شارع العرب ببرلين، شو بدك تسوي فيني نزل على شارع العرب ببرلين صفوق؟ رح انقل لك بس مباشر من شارع العرب وبطاوله وبالشارع العام. ولو رجيك العالم تجي بتبوسنا وبتسلم علينا من اهل القبائل واهل العشائر واهل الدير، الشرفاء مو وسخين مثلك عم يشتغلوا مع ايران. هذا تهديد. ولما بتطلع بتقول انا اللي جنني انه انت وفتى عم تقولوا سمير متيني، انا قلت لكم بقاضيكم بالقانون لانكم عم تسيئوا وتحرضوا علينا، وهذا واقع، فيديوهاتكم عندي علينا، وهذا واقع، فيديوهاتكم عندي، فيديوهاتكم عندي، مو جايبها من بيت ابوي. يعني اهلين اخي صبري، اهلين اخي صبري، يعني هذا واقع، فيديوهاتكم عندي وعند الشباب. طالع عندك زلمه اليوم طلع بالكلام بالحرف الواحد قال، ومسجل عندي بحرف الواحد، قال لك هذا سير والله يا صفوق ما يخدشك خدش ما ادري ايش. سمعت انه عم بدي ابعث، قلت له ايه بدي ابعث لي 100,000 من قنديل يصفوني؟ 100,000 بده يجوا من قنديل مشان يصفوك؟ 100,000 بدهم يجوا من قنديل مشان يصفوك انت يا وسخه اللي ببخت بفباف كثير عليك؟ ومين عم يبعثهم سمير متيني؟ لك انا بعمري حرضت على حدا، لك انا نفسي بسبوني جماعه قنديل لما بنتقد سياسيهم، وبمره يقول شباب صغار مراهقين ما بيعرفوا. هذا 2. 3 بتقول اليوم، وهذا الديري اللي كان معك اليوم، رجاء اذا عم تسمعني اخونا الديري اللي طلعت اليوم قلت مراجل وسمير متيني بيعرفني، والله انا قرعه ابوك ما بعرفها من وين. اذا طلعت قدام الجمهور اليوم، يا ريت اذا كنت قبضاي بس تكتب لي اسمك هون بالتعليقات، اللي انا اللي طلعت عند السوق وحابب اطلع معك اقول لك جوز كلام براسي بطالعك، بس ورجيني مراجلك وفتح لي كاميرتك. مو انت ابن عشائر وعم تعمل عصابات باوروبا وبالمانيا وعم تقول بالحرف اليوم بدي هد الدنيا فوق راسه لسمير متيني، هو بيعرف منيح يساله انا مين وانا ابن الدير ولعيونك يا صفوق. مو الحمار بيرد عليك بيقول لك هذا جبان سمير متيني بيسرجي يفوت على شارع العرب، شوف شو بيسوي فيه، شو بيسوي فيني؟ اسمه حربي كان، يا ريت تاكدوا لي من اسمه حربي، اسمه مشان ما اغلط، يعني واحد عم يكتب لي اسمه حربي كان اسمه اسد الحربي، حيطه صورته صفوق اللي قايل انا من دير الزور وموجود صار 20 سنه. اسد الحربي انت موجود؟ ادمن اسمه اسد الحربي، ابحثوا لي عنه اذا سمحتوا، جيبوا لي الاي بي تبعه لانه هذا بدي اقدم فيه بلاغ. يعني مكتبنا القانون اليوم سالني ما بعرف الشباب مسجلين المقطع، عندك المقطع بعت لي يا صبري اذا سمحت مشان ابعته للشباب. تمام ماشي، اسمك اسد الحربي على راسي وعيني، اذا كنت رجالي على الهواء يا اسد الحربي ما في داعي لا تجيب لي عشيرتك ولا قبيلتك وتد المانيا فوق راسي.
بس ببساطه اطلع على الفيديو، هلا اطلع معي اتصل مثل مطالع صبري واللي هعمل فيك هيك وهيك، مو اللي حاعمل فيك، بس افتح ورجيني وشك اذا كنت قبضاي. شوف شلون بخلي بالقانون يجيبوك من بيض من البيضاتك، يمسكوك من خصياتك هيك وتصير عبره، مثل لما عملتوا الزعرنه بالنمسا وعملتوا الزعرنه عشيرتي وعشيرتك وفزعتي وفزعتك، وشفت شو صار فيكم كله ترحيل. وانت اليوم عم تهدد اعلامي مواطن الماني ويحمل جنسيه ثانيه اجنبيه، عم تهدده بالتصفيه، وسفوق من تمه طلع قال لك على الهواء، قال لك يسترجروا على شارع العرب، وانا رح اروح على شارع العرب انا وهالعينتين، لانه هذا كمان مهدد، ونحن حنعمل بس من شارع العرب، ولشوف مين ابن مره بدي اشوف من بيناتكم من جماعه الهيفل اللي عم تهددوا بالتصفيه بالمانيا. لا تعرفوا دوله القانون كيف تعملوا فيها، فكر حالك قاعد بحارتك وحارتي بعصا. انا ما هددت واتحداك تجيب فيديو فيه تهديد لي، ما بتهدد حدا، انا بفعل فعل. قلت لك يا هلا على البيت بيجيك بمسح فيك تواليتات هيك والحمام، بعدين بطلع لك هيك مثل حلو بالكيلوت وبالستيانه بقول لك يلا تعال ننتف لك شاور مكسفوب، تحمل نتيجتها قانونيا. لكن هي مو ثقافتي، وقت بدي اعمل لك مو بعت لك تهديدات وبورط لك. انا ما برضى كردي يضربك كف بالشارع، ليش؟ لانه هذا مو سلوكنا. نحن عايشين باوروبا، الكرد لهم سمعه مثل المسك باوروبا. ننزل لمستواك، مستوى المتخلفين مثلك اللي بيطلعوا العالم بسكاكين. شفتوا لي طعن 3 من الالمان رحمه الله عليهم من دير الزور ابن مدينتك، مع احترامي لهالدير الزور. دير الزور خافوا العمى، رح نترحل نطلع نتبرى منه. طلعوا يتبروا منه، وقريبا رح تشوفهم عم يطلعوا يتبروا منك، لانك انت عم تورطهم ورطه كثير كبيره. وهذا التحريض اللي عم تعمله. تعالوا نتعرف على شيخ الهفل. صبري بتعرفوا الهفل؟ اتعرف. انتقدته مرارا وتكرارا ولم اسمع منه كلمه. اسد الحربي، قلت لك اذا كنت رجال وابن من ظهر امك وابوك، بس اطلع معي اللي انا فلان وعنواني كذا وعنواني كذا، ما في داعي اعذبك حطتك بنزين تجي لعند مني. انا بجي بالشرف بزيارتك وبشرب فنجان قهوه ورحمه، بس انا وياك ولو ورجيهم مراجلك على الهواء، انت وربعك بيلفوا حواليك. وعد او من عشيره العقيدات او قبيله العقيدات كلمه سيئه ضدي. كنت اظن سابقا ان هذا الشيخ عندما ينسق مع الانظمه مع اذا مو موجود هذا الحربي بلغوا الفيديو، سجلوا المقطع وبلغوه اياه. الدوليه كنت اظن انها عماله. كم كنت احمقا، ولكن الحقيقه ان له كلمه يضبط الامور ويضبط القبيله والعشيره، التي لو عرفتم حجم عشيره العقيدات او حجم المؤيدين للشيخ الهفل لوضعتم رؤوسكم بالتراب ولم تنطقوا كلمة ضده. هذا الشيخ صراحة يضبط الأمور، شيخ متزن معتدل. الهفل نعم شيخ مشايخ العقيدات، يضبط الأمن، شيخا معتدل. هذا الأمير وهذا الشيخ الذي لم يتجاوز عمره 30، هذا مو قبض مصاري؟ هدول اللي اعتمدتوا عليه جماعة الهفل؟ ايه بهنيكم من هلا منصورين. شابا نعم صغيرا في العمر كبيرا بالأفعال. نعتذر منك يا حبيبي، نعتذر من هذا العظيم الذي يتبعه في العالم. لو صوتوا له ولو أجريت انتخابات للشيخ الهفل شيخ مشايخ العقيدات سينتخبونه رئيسا. أنا أقول حتى في أغلب البلدان العربية. الذين يتابعون هذا الشخص ويؤيدونه وأنصاره وليأتمرون بأمره حبيا طبعا أكثر من الذين يؤيدون الرئيس الأمريكي في أي ولاية. تعال أعرفكم على الهفل مين هو. اسمع يا أصفوق. مشاهدينا، قاتلت بعض العشائر العربية مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش، إلا أن تفاقم الصراعات بين المكون العربي والكردي في شمال شرق سوريا استغلته إيران لمصالحها. وفي هذا السياق تقرير حديث لمعهد واشنطن للدراسات كشف عن تشكيل أحدث وحدة من رجال الميليشيات العربية في سوريا، أعلن عن تشكيلها إبراهيم الهفل الموالي للحكومة السورية. وذلك اللي فايد عم تقول شخاب كذا وكذا، حاطط العقال على راسك. هلا ما بدي امسح بالشماغ الارض تبعك. اسمع مين هو شيخك اللي عم تطبل له يا ابن المنطوبجيه. اسمع، انتوا العنصريه معشعشه براسكم. يعني انا شو بدي لهم بقى جماعه الاسد اللي عم يوقفوا مع الاسد بعد ما قتلوا لكل السوريين ولسه عم يدافعوا عنه، وليك انت هفلك عم يتعامل مع ايران ونصيره اللي قتلوا الشعب السوري عم يدافع عنه. فانت الوجه الثاني لشبيحه الاسد، وبدنا ندعسكم بالصرمايه. بشو؟ بالصرمايه.
بهدف إقامة ممر متواصل لانتقال المقاتلين القبليين المدعومين من إيران بين دير الزور وحلب، إضافة إلى محاربة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا. في واحد اسمه ديري، اسمه شاتا ديري، عمل لي طالعني لورجيك شلون بدك تطلع معي بس مباشر تورجيني شلون. شاتا ديري اللي اسمك عم تيجي طالعني ورجيك شلون. ما فيك بيطلعك بكل سهولة، بس شرط تفتح الكاميرا. تفتح كاميرتك بتقول انا فلان الفلاني، الزلمه الفلاني، ابن فلان، موجود بفلان مكان، وبدي اعمل وبدي افعل وبدي اساوي وبدي احط. نحن اهل دير الزور على راسنا والعشائر على راسنا. نتكلم عن هذا العميل ابراهيم الهبل، اذا كنت معه مشان اختمك خدمه ما بتنساها بحياتك. جاهز تطلع ضيف معي؟ جهز كاميرتك تكرم عينك. هذا ودعا الهفل المقرب من الأسد أفراد قبيلة العقيدات ومن قبيلة البقارة، وهي قبيلة أخرى نافذة في منطقة بدك تفتح تمام. زين صبري، طالع لي هذا صبري، طالع لي هذا، عرفته شو طالع لي يا صبري؟ شفت اسمه طالع لي اللي اسمه كافتم. طالعوا شباب، يلا طالعوا لي هذا شاب الابضاي. طلعوا تفضل. ما بتفتح تمك ولا كلمه على الميكروفون. تفتح الكاميرا تبعك، بس افتح الكاميرا بناخذك. افتح كاميرتك، يلا انت على هواء. افتح كاميرتك لما طالعت يا استاذ زمير لي. افتح كاميرتك، لا تفتح تمك يسكروا الميكروفون. افتح كاميرتك، طلعت. افتح كاميرتك، افتح كاميرتك، افتح كاميرتك. انت طلعت قلت بدي افتح كاميرتي. افتح كاميرتك بخليك تاكل الصبح. افتح كاميرتك، مو بضاي انت؟ مو بضاي؟ افتح كاميرتك. تبطلي باسم مستعار، انا بجيبك لو باسم مستعار بسيطه. البوليساي تعطي الاي بي تبعك وعنوانك فلان، اللي بده يطلع يطبل لهذا الزلمه يموت. وهذا اللي اسمه ديري، في واحد كان اسمه ديري كاتب لي طالعني انا جاهز طالعني. اللي بده يطلع بيفتح كاميرته يقول اللي بده اياه، اللي بده يدافع عن ابراهيم الهبل. يلا مثل العالم، جيم كاميرا اللي بدك اياه انا معك. تعمل لي مراجل من ورا ولا ورا ما في، بيجيك الظرف الاصفر على البيت. بدك تطلع يلا، اللي بده يطلع يدافع عن ابراهيم الهبل يتفضل، بس بيفتح صوت وصوره بالكاميرا. دافع والله بحطك على راسي، بستقبلك. دير اهل دير الزول على راسي، والهبل على راسي، والعقيدات على راسي، وكل القبائل العربيه الشريفه. اما تطلع تدافع عن ارهابي متعامل مع ايران ومتعامل مع حسن نصليره، وفضحكم احمد رحال، وفضحكم كمال لبواني بقناه العربيه وقناه المعارضه، وجاي تعمل لي فيها فتنه عربيه كرديه، بتطلع بالصوت والصوره. بدك تقول لي قسد وتجنيد اطفال. انا اول واحد انتقدت هي الظاهره بشرق الفرات. هي مو ظاهره قسد، ظاهره جوانا شورك تعمود حزب الاتحاد. اول ما انتقدته انا لا تبيض علي، سابك بالسنين انا بهذا الموضوع. بدك تطلع تدافع عن الصفوق او الهبل، اطلع بالصوت والصوره. انا بالصوت والصوره عم حاكيك صح؟ تفضل. شوف صبري زمان حدا رجع قال بيلي يبعث له كاميرا. شوف الجحشه الثانيه قال بيلي يبعث له كاميرا. الضيف بده يبعث كاميرا ولا بدي يبعث له كاميرا؟ العمى ما اشحشك يا زلمه انت. بنكمل يلا، عم ننتظر. شوفي ورانا ادينا قاعدين ومستنيين. اذا ما لقيت تعرف ما عرفت تطلع بالكاميرا بدي اعلمك صبري. مشاهدينا، قاتلت تعال شوف شيخك يلا العربية مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش، إلا أن كلكم بطالعكم، حتى الصفوق بده يطلع بطالعه، بيطلع بالصوت وبالصوره. في شمال شرق سوريا استغلته إيران لمصالحها. وفي هذا السياق تقرير حديث لمع في واحد قال بلي انت لازم تعطيه صلاحيه فتح الكاميرا. لك انا بدي اعطيه صلاحيه فتح الكاميرا؟ لك انتوا على مين عم تضحكوا؟ اي واحد منكم يطلع يطلب كاميرا، شوف انا بعطيك صلاحيه، بيعمل لك هيك لحاله بيطلع بالكاميرا. لكن روحوا لك الواحد حريمه جاي يتنطط يعمل لي حاله رجال على ورا شاشات. ليش ما فتح كاميرا؟ لازم انا اعطيه المجال يفتح. اذا بدي يفتحك فتح انا. لك فتح خندق بدي خندقك، طول بالك. واشنطن للدراسات كشف عن تشكيل أحدث وحدة من رجال الميليشيات العربية في سوريا، أعلن عن تشكيلها إبراهيم الهفل الموالي للحكومة السورية، وذلك بهدف إقامة ممر متواصل لانتقال المقاتلين القبليين المدعومين من إيران بين دير الزور وحلب، إضافة إلى محاربة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا. هذا ودعا الهفل المقرب من الأسد أفراد قبيلة العقيدات ومن قبيلة هذا هو الهبل تبعكم. هي قناة المملكة العربية السعودية، قلب العرب والعشائر. تصدقون ما بصدق لك. البقارة وهي قبيلة أخرى. شفتوا سيد صفوق الشيخ اللي عم يسووا له مين هو؟ اسمع. نافذة في منطقة وسط وادي الفرات. وذكرت عملية العزم الصلب في تقرير أخير لها قدمته إلى الكونغرس الأمريكي أن مقاتلي القبائل يتلقون دعما صريحا وواضحا من الرئيس السوري بشار الأسد
وحلفائه الإيرانيين غرب نهر الفرات. وأضاف تقرير معهد واشنطن للدراسات أنه في فبراير من هذا العام أعيد تعبئة 150 مقاتلا من المواقع العسكرية التي يسيطر عليها حزب الله في وسط سوريا ليلتحقوا. كمان ما حزب الله عم تعمل ولا عم يدشكون اي شرف؟ عم يحكي على العرب وعشايرنا. لا، شاهي نازل هفل رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية، بيت الهفل وبيت الهفل على راسنا، وزبيدية والعشائر العربية أهلنا وأهلي وتاج راسي وحبايبي. شكرا حبيبي فريد، حبايبنا. أما إبراهيم الهفل لا، عميل للنظام، مثله مثل العربي من ضمن النظام، مثل الكردي من ضمن النظام، مثل الديري من ضمن النظام، مثل الشامي من ضمن النظام. عميل. انتم مشكلتكم الفرق بيني وبينكم، الخلاف بيني وبينكم، انتم عم تدافعوا عن العميل وانا عم دافع عن حريه اهل دير الزور. صح؟ فزبطوا زبطوها. وهذا اللي اسمه الحربي، هذا بدي اياه صبري. هذا يطلع اليوم اللي وانا ما بعرفه، سميري بيعرفني. يا ريت يا سيد حربي اذا موجود، يا سلام، جايكم الهالوين. اذا كنت موجود يا ريت تطلع حضرتك وتقول لي جاي كسر فوق راسك. اذا ما بخلي عواك يوصل لذيبان، انا عيب علي يكون كردي او شامي او انسان او اعلامي، بغض النظر مهنيا وقانونيا. عواك عمل لك لخلي يصل لذيبان. هذا على الهواء بالمراجل، ذكي بالمراجل. بعدها بميليشيات العشائر العربية لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية، مع الإشارة إلى أن لا ماني معصب، بالعكس. الثوري الإيراني يشرف على التدريب القتالي لأفراد ميليشيات العشائر العربية استعدادا للقيام بعمليات في منطقة شرق نهر الفرات. دعموا المنصة شباب. يؤدي منتصر الحسين، وهو شخصية بارزة في لواء الباقر العراقي، دورا أساسيا في قيادة. في واحد عم يطلعني بدي ناقشك بموضوع منبج. والله في قنوات كردية وعربية ناقش عند منهم. عندي قضايا أكبر بكثير من قضية منهاج. والله مظاهرة منبج كذا، عندي شيء أكبر. عندي سوريا بدها تتقسم، إسرائيل بدها تفوت، تركيا حرب كبيرة بدها تصير بالمنطقة. والله نفسوا دولاب بمنبج، عم بدهم يغيروا المنهج بمنبج. هذا ترف سياسي. طلعوا مظاهرات، أنا معكم بأيد كل مظاهراتكم، بس في عندي شغلات أهم من شغل فيها. حملة تجنيد واسعة النطاق لصالح قوات القبائل والعشائر العربية. أبو أسد الرقاوي اللي كاتب لي عندك الرجولة تطلع معي بالصوت وبالصورة وورجيك مين أنت، بنشوف مين ومين الك. وأخيرا ذكر التقرير أن قوات أبو أسد الرقاوي عندك المراجل تعمل بشكل متواصل على تجنيد المواطنين من جميع أنحاء شرق سوريا وتحديدا من دير الزور، بالتعاون مع لواء فاطميون الأفغانية الذي يعمل في سوريا بدعم من الحرس الثوري الإيراني. هدول هن جماعة إبراهيم الهبل. لا 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 يا شيخ إبراهيم، طلعت كتير وسخ يا زلمة، طلعت كتير وسخ. بس هذا بيشرح كرامتنا نحن كشيء. والله إذا أنت بدك توقف مع الأسد كأبن طائفي علوي على إجرامه بتكون وسخ مثله. وإذا أنت ابن دير وابن عشيرة بدك توقف مع الوسخ إبراهيم الهفل ونواف البشير بتكون وسخ مثله. شكرا فريد. صبري عندك شيء بدك تقوله؟ هيك كلام عندي. يلا هو لك أستاذ سمير، الله يطول لي بعمرك. أنا مبسوط هقطعك تفكرني متضايق أبدا. الصحة والعافية عليك حبيبي. يا أستاذ سمير، هذا المنبر أنت مو دايما بتقول منبر السوريين؟ إيه والله. والله يا أستاذ سمير ما بتوصلوا هدول اللي عم تحكي عليهم، والله ما بتوصلوا للنعال اللي لابسها بإجرك. عم بضايقوني بالمشي صبري. أستاذ سمير قسما برب العزة أنت أكبر من هيك وأنت أوعى من هيك. هذا المنبر منبرنا ونحن من واجبنا ندافع عنه. أنا عريته لهذا الشاب، كان في شباب كرد عنا عم يطبلوا له، عرفوا الحقيقة؟ أستاذ سمير خلي بيعرفوا الحقيقة. والله العظيم اليوم كنا بمظاهرة ببون، كل الشباب بيسلموا عليك وبيقولوا لك أنت ما عم بتقصر. قال بس رجا خاص وصل الرسالة للأستاذ سمير متيني. شكرا يا فريد. نحن من محبينه ونحن بنحييه والله يطول بعمره والله يخليه، وما عم بيقصر. بس لو كان مشاركنا كمان بالمظاهرة كانت طلعت أحلى وأحلى. قلت له الزلمة عنده مشاغل. قال بس رجا خاص إنه ما يجيب سيرة هالعرصات على منبره. ليش؟ لأني أستاذ سمير ورب الكعبة وحياة كتاب الله، أي إنسان أي عرصة أي وسخ أي قذر أي زبالة بدها تنشهر سمير متيني. وأنت مجرد بس عم بتقول فلان أو عليتان عم بصير ترند على التيك توك. معلش فهذا رجع خاص يا أستاذ سمير. أبشر يلا
اي ابشر هذا أبشر. شغلي انا، هذا اختصاصي انا طبعا من طوبزجيه. انت مريض صار لك بس 5 والله ايام ما عم العظيم تطلع، مريض. انتم ما عم تطلعوا لانكم بسوس وحياة مباشره. كتاب الله مريض، وحياة كتاب طيب الله اذا انت مريض. مريض مترك الحمل، العالم عم تضيع يعني تضحك عليهم هذا ابوس الاجزاء. قلبك يا استاذ سمير، انت زلمه يعني شايف فشار عم بتطلع يمين وشمال، والقصف عم بيصير، والاغتصابات عم بتصير بعفرين، وعم بتصير بشرق الفرات وبسريكانيه وبكل مناطق. خلص مشروعنا ماشي، اللي بده يطلع معنا يتفضل، ما بده يطلع ان شاء الله 60,000 عمره. حيا الله اهل يا القصير أستاذ واهل سمير، حمص، حيا الله اهل العالم. القصير. شكرا قربان، عليك العافيه ان شاء الله. لا عافيك حبيبي، عليك العافية بس حبيبي. خلص قربان. تحياتي لك وكل الشباب اللي شاركوا بالمظاهره. اما انا مظاهرتي هون انا عم بدعمهم على الاعلام وهن على الارض يشتغلوا، الله يحميهم ان شاء الله. عليك. طول حبيبي بعمرك. حبيبي حبيبي.